بيجي عليكي وبشربكك. بنت اختي ام انور الله يرحمها بتعرفها؟ شلون ما بعرفها؟ دايما دوم اشتري لي اضامي على سكر، اشتري لي نعومه. تكبر عيوني، صارت صبيه بنت 18 بتقول له للقمر ليله 14 قوم هيك بدي اقعد مطرحها. علم وكسم وطول ما شاء الله كامله ومكمله. البركه فيكي، الله يبعث لي ابن الحلال. عمرك اطول من عمري. اجاني الى خطابين عقبال عند بناتك، بقى جاي اخذ رايك بهالجوازه. شو علي ازياء خانم؟ الجواز ستره. الشاب اخلاقه منيحه، لا بيسكر لا بيخمر لا بيلعب قمار، ماله روحه ماله جايه، بقى اعطيه ولا ما اعطيه؟ شو منتظرة ازياء خانم؟ اعطيه، حكم ما حدا عم يتجوز بهالايام. ليش ما بتعرف اني عريس موظف في حصرتي وحالته بالويل؟ موظف؟ ولي على هالواقعة، اوعك لا تعطيه. عم تقلي لا تعطيه، ليش ما حسبت ان الايام يمكن تدوه وينط نطه وحده ويتنزع على كرسي مهم ويصير يا بعدي عنده مد وصمد وسياره على الباب واربع خمس تليفونات، لا بتهدى ولا بتكل ولا بتمل. فاذا توكلي على الله واعطيه. عم تقلي اعطيه وبتعرف ان الدنيا دولاب والدهر قلاب، بركي ثاقبت والله جاب عليها واطيها وزحلوا الكرسي من تحته وصار راسه لتحت ورجليه لفوق. ولي على هالوقعة، اوعك لا تعطيه. لك شلون ما اعطيه؟ هو عنده خال لا له تلد ولا له ولد، واخرة املاكه اللي ما بتاكل النيران كلها له. والله بيني وبينك هيك جوازه ما بتتفوت، اعطيه. اعطيه شلون بدي اعطيه وهو ساكن بالاجره ولبين ما الله ياخذ امانه خاله، يمكن اضرب الصوفن البنت بهالبيت اللي كل حيطانه منزيز. ايه هي معك حق فيها، ما في مثل البيت المشمس، اوعك لا تعطيه. قال ما اعطيه، كيف ما اعطيه؟ هو وحيد لا له اخ ولا له اخت ولا له ام، تعكر حياه البنت بالليل وبالنهار وعلى اللي لك وفلانه عملت وفلانه شالت. يلا توكل على الله واعطيه. اعطيه شلون بدي اعطيه وابوي حصرتي اضرب بارك بوشه ونص معاشه رايح على الدكاتره والحكمه والراشيتات. ولي على هالمصيبه، اوعك لا تعطيه. بس الشب فتح. اعطيه. واللي وصلني حظ ماله. فاذا لا تعطيه. ناوي يكمل دراسته. اعطيه. شلون بدي اعطيه ولاحقين اولاد اهله؟ لا تعطيه، نفختي قلبي على اعطيه، لا تعطيه، اعطيه لا تعطيه. لك يا ناس يا عالم يا هو، ازيها خانم جايها عريس لبنت اختها، موظف تعطيه ولا ما تعطيه؟ لك شبك طلع خلقك.